استاذ ابراهيم، ده صحيح. كبيره قوي. مش خناقه ولا حاجه، ده كل اللي انت بتتكلم فيها يا ابراهيم طبيعي جدا ووارد جدا في الانديه الكبيره. انت عندك بعض الاحتياجات الاساسيه ملامح بطرف عيني وانا بقول الاهلي يحتاج الى بناء فريق، شايف الكابتن اسماعيل ايوه بيتحسن ننتحر احنا طيب. حاسه عيني عايزه ايه، هو مش عايز يبوظ لي الخبر بس اللي هو ثانيه واحده. انا سايبك انت بتقول ايه؟ انت بتقول ايه؟ انتوا بتقولوا ايه؟ عسل يا كابتن لا هو إسماعيل. طبيعي الفرق الكبيره دايما بتبص للثلاث اربع سنين اللي جايين، وبصينا للنادي الاهلي خلال الثلاث اربع سنين الجايين. النادي الاهلي ماشي في الخطه تقريبا اللي انت بتتكلم فيها، في بعض المراكز الارجنت، يعني مراكز مستعجلين عليها بشكل كبير. وطبيعي جدا من الشكل اللي باين ان في تجديدات على مستوى التيم كله، بتتكلم على السكواد كله مش على الناس الاساسيه تيجي تدعم في شهر يناير ويكون ليها دور يعني. فكل اللي بتتكلم فيه مظبوط، وانا شايف ان النادي الاهلي بيشتغل بشكل كبير جدا، مش واقف. ودايما اصعب حاجه، وانا اشتغلت الشغلانه ديت، اصعب حاجه هو شهر يناير. شهر يناير دايما الانتقالات بتبقى فيها صعبه جدا. ياما اتكلمنا مع لاعبين وكانت الاسعار بتتكلم في اكس، الدنيا بتروح النادي الاهلي بيتكلم على فلان، من هناك بتطلع بعض الاخبار، فبعديها باربع خمس ايام، بعديها بست ايام بنتكلم وبنتفق خلاص يا جماعه لا ده احنا عايزين اكس واي، بعدين اكس واي زد. طمع ما هو بالنسبه له شهر يناير لو لعيب كويس، لعيب بروفايل كويس، فهو النادي بيستفيد منه. بس هو عايز عرض كبير، فلما بيتكلم على النادي الاهلي لا، النادي الاهلي لا، احنا عايزين اكتر. صحيح. فدي خطوه ممكن الناس مش شايفاها فبتعطل الدنيا شويه. الحته الثانيه ان انت بقى بتبني كمان للمستقبل بشكل اكبر، هتعتمد على لعيبه لازم يكون سنها لان هو كاس العاصمه وكاس مصر بينت انه طبيعي. خد بالك كمان في حته كمان، معدل الاعمار في النادي الاهلي كبير مش صغير. نجوم الاهلي بتتكلم فيها في 31 32، تريزيجيه بتتكلم على تريزيجيه، ياسر ابراهيم. فالمعدل اللي هم نجوم الفريق اللي صلب الفريق. محمد هاني داخل في ال 30. انت بتتكلم على عناصر مهمه جدا في الفريق ملهاش بدايل واضحه، واعمار سنيه بدات تعلى. فانت لو استنيت لفتره لسه قدامنا لا هتقع في مشكله. فالنادي الاهلي شغال الحقيقه في ملفين، ملف الارجنت، المراكز اللي المدير الفني عايزها دلوقتي في يناير، وبيبني لشهر يونيو وما بعديه كمان، على اساس يبقى عنده سكواد تقريبا كمان سنه ونص، متوسط اعماره 25 26 سنه. كابتن اسماعيل، هو اللي بيبني هنا بالنسبه للنادي الاهلي اللي بيبني مجلس الاداره ولا بيبني المدير الفني؟ كلاهما معا يعني. ده عمل هو مجلس الاداره عمل تنسيقي يعني. شايف رؤيه بالتنسيق عمل تنسيق مؤقتا، لان حتى المدير الفني مش ضامن مكانه لفتره السنه ونص اللي هو العقد بتاعه. اكيد دي نقطه. الحكم على اللعيبه انا شايف ان هو ظالم، خصوصا في كاس الرابطه بالنسبه للقطاع الناشئين في الناديين. انا شايف ان هو ظالم، لان حتى كلنا لما طلعنا وسيد وهاني واحمد طلعوا في وسط فرقه وفي لعيبه موجوده. بتتكلم بس على الناشئين، خد بالك انت بتتكلم على مجموعه اللعيبه من الاخر ما بيلعبوش برضه، اللي اخذت فرص. معلش يا كابتن اسماعيل، الفرص نجم كبير قوي يا كابتن اسماعيل في الحته بتاعت الكوره ديت. هي الكوره بتاعت فرصه واحده، معلش يعني انا لما اكون لعيب بديل انا محتاج نص فرصه. انا لما اكون دلوقتي عندي المدير الفني بتاعي بيديني فرصه العب في كاس مصر، وكان مريحني الماتش اللي قبليه وبيقول لي انزل العب يلا وريني اللي عندك، ودي فرصه هركب مكان اللي مش موجود دلوقتي وهلاقي لنفسي مكان في السنه اللي جايه، وانا سواء عقدي بيخلص لو ما ركبتش الفرصه دي باي باي بقى، انت بتلعب في النادي الاهلي برضه. بالظبط. في لعيبه زي ما انت قلت معدل الاعمار اشتريت معدل الاعمار بالنسبه ابيع لك الفكره حلوه تشتري لك. انما الحكم على اللعيبه على قطاع الناشئين انا شايف بالنسبه للفرقتين ان الزمالك والاهلي لا حرام، لان هم حطوهم في ظروف صعبه جدا ولاعبوا 11 لعيب صغيرين مع بعض. كلنا طلعنا في وسط اللعيبه الكبار فخدنا ان احنا نقف على رجلنا. بس في كذا لعيب كويسين، في لعيبه كويسه، ما ده من ضمن الخطه اللي حاططها النادي الاهلي بالنسبه له الاربع سنين اللي جايين. فهيبقى محتاج 4 اماكن. انا شايف ان هو محتاج 4 اماكن، سنتر فيرود وباك رايت وباك ليفت وسرد باكين او 5 اماكن. ده اللي على السريع، لان عشان ينافس في جميع البطولات لازم يبقى فيه عنده المراكز دي. وفيما بعد بصه ونظره لتحت القطاع الناشئين مع تطويره. الزمالك محتاج ايه؟ الزمالك محتاج، خلي بالك نادي الزمالك في بدايه الموسم مش كويس جدا. محتاج كام لعيب؟
محتاج برضو في حدود 6 7 لعيبه. 6 7 لعيبه طبعا، بس هو حالا. حاليا في الوقت الحالي، بس على المدى بيتكلم على المدى بقى، على المدى البعيد لا، لازم في تطوير، ولازم يعني في جزء كبير من قطاع الناشئين يطلع اللي هم يطلع فوق 2، لان انت خلي بالك انت محكم برضو ماديا مش احسن حاجه. فلازم البصه انا ما افتكرش ان انا عشت اصعب ظروف مر بيها نادي الزمالك. لا، الظروف اللي احنا فيها، لا مش لان في ايقاف قيد، وفي يعني في مشاكل كبيره جدا، في ليها اولويات اكتر مع وجود الفرقه. اصبح تدعيم الفريق، تخيل اصبح تدعيم الفريق وانك تجيب مدير فني رفاهيه، بقت رفاهيه. تجيب مدير فني على الرغم ان الجهاز فيه 3 اجانب. الجهاز موجود فيه 3 اجانب. يعني ان انا ادير الفتره اللي جايه بمين، لغايه دلوقتي نادي الزمالك ما فيهوش مدير فني، دي مصيبه كبيره جدا. صحيح. كابتن سيد، خلينا نسمعك في موضوع صفقات الاهلي، بتشوفها ازاي؟ اكيد النادي الاهلي محتاج، بس انا نفسي يبقى فيه بلان واضحه. يعني زي ما بيتكلم الكابتن هاني بالظبط، ان انت لازم تحدد اولوياتك. يعني انت النهارده بتتكلم في 3 4 سنين، 3 4 سنين، حدد الاماكن اللي انت هتجيب فيها، حدد اللعيبه الصغيره اللي هتكمل معاك، حدد صفقاتك. انما انا مش عايز نمشي في نفس الدايره، ابدا اجيب لعيب من نادي صغير موجود في الدوري واجي امشيه بعد 6 شهور ارجعه النادي تاني، واجيب لعيب تاني وافضل ماشي في نفس الدايره دي 2 3. لازم يبقى عندك حلول من ناحيه اللعيبه الاجانب. لازم اللعيب الاجنبي لو مش هيلعب على اللعيب المصري وفرق المستوى يكون كبير ما يجيش اصلا. يعني ما تحطش في قائمتك لعيبه اجانب احسن طالما هم مش هيعملوا الفارق معاك. يعني هضرب مثل بعلي معلول. علي معلول قعد 5 6 سنين في النادي الاهلي، صح. لعيب اجنبي كان فارق معاك بشكل كبير جدا. هي النوعيه دي اللي تكمل معاك، وهي دي اللي لازم تفضل معاك، ودي اللي لازم تجيب بيها. نتكلم على اللعيبه المصريين حاليا او النادي الاهلي، لازم هيجيب فيرود، ده طبيعي جدا. لازم يجيب فيرود او ممكن يجيب 2 كمان عشان تقدر تكمل في البطولات بتاعتك. سيرد باك او 2 برضو لازم هتجيب، ده طبيعي جدا. باك ليفت، لان واضح ان الراجل ما عندوش قناعه كبيره الراجل حاطط فيها دلوقتي شكري وحاطط كوكا، وكوكا ممكن يمشي خلال يناير، فبرضو لازم هتجيب لعيب في المكان ده. بتتكلم على نص الملعب، ديانج لو مشي برضو لازم هتجيب لعيب في الحته دي. فالاماكن دي اولويه بالنسبه لك، بس الاهم من كده ان انت يبقى عندك بلان اللي بعد كده. ما نجيش مثلا بعد 6 شهور نبدا نقول النادي الاهلي بيفكر في الصفقات. هو ايه اللي بيزعل جمهور النادي الاهلي؟ وايه اللي بيخليه يهيج كل شويه؟ تلاقيه بقى ضغط كبير جدا ان هو بيبدا مثلا في شهر 12 يسمع. بس بقول لك ايه، جمهور الاهلي ذكي، بيعرف يتعامل مع ادارته كويس، وبيعرف يجيب منها ال 100%. طبعا. يعني بيقرص القرصه، بيقوم جايب بن شرقي في بن رمضان في بن كل حاجه، فاهم؟ بين كل الناس بيقرص القرصه في وقت يقوم شادد كله. يعني ايه اللي بيخلي الناس تسخن قوي؟ ان هو بيفضل يسمع الصفقه دي جايه، الصفقه دي جايه، 5 6 صفقات، ويجي في الاخر. بس برضه للامانه في اسماء، والله الاهلي ما بقى، والله انا ببقى عارف. حتى انا اقول لك على حاجه، انا هقول حاجه بس هتبقى ضدي شويه. اليوتيوبرز اللي حوالين النادي الاهلي بيطلعوا اخبار كتير، كل واحد لازم عايز يعمل سبق، فيقول ابراهيم جاي ضد الاهلي، الكابتن هاني جاي النادي الاهلي، الكابتن اسماعيل، فده بيعمل ضغط كبير جدا. يا سيد دوت بيضر النادي، يعني هو بيضر النادي يا كابتن، مش ساعات هو بيضر النادي، مش ساعات، هو معظم الوقت بيضر بصراحه. يعني الصوره دي مثلا لو النادي الاهلي بيتكلم على لعيب اكس مثلا في اي دوري، ويطلع يقول الكلام ده، النادي الاهلي بيتواصل، الكلام ده بيوصل، الكلام ده يعني ايه الميزه في السبق؟ يعني ايه الميزه ان انا قلت ابراهيم جاي؟ ما اقدرش انا، خد بالك، انا هقول لك على حاجه بامانه، انا ما اقدرش الوم على اي حد بيحاول يشتغل شغله يجيب خبر، بس يكون صح. بالظبط كده. لكن انا ما اقدرش الوم على اي حد يجتهد. يعني الشغلانه صعبه، يعني شغلانه الصحافه دي صعبه، لازم تشتغل كتير فيها علشان تعرف توصل لمعلومه صح. بس اصحابنا صحفيين بس انا كجمهور اما بفضل اسمع اسماء عيد جاي والكابتن اسماعيل والكابتن هاني وسيد، أيوة مفيش حد يناير بدا ومفيش حد. فين يا جماعه؟ فين يا جماعه اللعيبه اللي عمال يتقال عليها بقى لها فتره؟ خلي بالك، انا في متغيرات يا جماعه بتحصل كل ساعه وكل دقيقه. انت بيبقى انت اوريدي ماضي مع لعيب ومتفق معاه، والمفروض اللعيب ده هيجي الاسبوع اللي جاي، متغيرات بتحصل والصفقه تبوظ. والجمهور يا كابتن مش هيفكر في دي، ماليش دعوه الجمهور ان انت تجيب لعيب ب 10 مليون او بمليون، اللي هي بالفرقه. بتكلم ان سياسه النادي الاهلي الحقيقه لا هي ماشيه بالطريقه ديت. احنا عندك لعيبه دلوقتي ايرجنت لازم تيجي، لازم خلال يكون موجود خريطه كده موجوده، الاعمار السنيه موجوده،
هنطور فرقتنا ازاي خلال السنتين اللي جايين، ويتحط بلان واضح، ويبقى في لعيبه بتتبص عليها خلال الفتره اللي جايه. والراجل المدير الفني هو مشارك في كل ده، لان هو عقده شغال، يعني هو هيقعد سنتين جوه النادي كنت الاهلي، براجع لكم بس فلازم في جزء الأهلي. في جزء براجع أساسي. لكم. زي ما بقول اسماعيل هو جزء بس طيب. مشارك يا لكن كابتن. مش يعني مشارك، مثلاً رأي بس فني. مش الراي الاخير الاول والاخير بالظبط. ليا. الاداره هي اللي بتقول. براجع لكم الاسم قبل ما اروح للكابتن احمد. في الاهلي كان بيجيب مهاجم تحت السن اسمه دوجلاس اوسو، معرفش سمعتوا عنه ولا لا؟ اه ده من ابو 500. هو كده، هو سعره كده. عقبال لما راحوا هناك صربيا وبتاع ومش عارف ايه، ضربوا الرقم في كام؟ طلبوا 3 مليون، 3 مليون يورو. الاهلي قال لك مش السلام عليكم راجعين، انتوا عمالين رايحين فين؟ ما هو اصلا سعره كده. فدي واحده من ضمن الحاجات اللي الاهلي بيقابلها. كابتن احمد خلينا اسمعك، سواء فيما يتعلق بملف الزمالك واحتياجاته ايه في ظل اللي احنا بنتكلم فيه، او لو عندك تعليق برضو على الاهلي واستراتيجيته. طب اتفضل يا باشا، قول من اي حته عشان والله انت عسل. اسماعيل بص لي اول ما قلت إسماعيل مفيش الزمالك حل يا وايه اللي محتاجه. لا الموضوع في الزمالك طبعا مختلف تماما، يعني الزمالك يحاول يحل اللي عنده الاول. المشاكل زي ما بتتكلموا في حته لحد النهارده ما فيش مدير فني على الاقل تبقى اتفقت او شبه اتفقت معاه، مفيش لحد دلوقتي على الارض، مفيش حاجه من الكلام دوت. في مشاكل كبيره حاصله، وفي الكواليس طبعا احنا يعني اضرب بالحاجات ديت او عارفين الحاجات ديت، مش عارفين يتفقوا مع مدير فني، اختلافات ما بين مدير رياضي ما بين مجلس اداره، الحاجات دي كلها واضحه للناس كلها. في الاول وفي الاخر الزمالك محتاج ثوره في الفرقه عموما. الزمالك لو بتتكلم من السنه اللي فاتت للسنه دي على ملف المحترفين بس، حوالي 10 12 اسم دخلوا في ناس دخلت وخرجت ومحدش حس بيهم اصلا، لعيبه صغيره زي اللي جم وفسخوا عقودهم ومشيوا. وحتى السردباك صلاح مصدق جه وفسخ عقده ومشي، ما لعبش مع الزمالك حاجه. السنه اللي فاتت الراجل برضو انت مش شايفهم رجلين في الملعب، انت شايفهم مفيش ورق جاي رايح هو ورق شكوى. خلاص. ورقه جايه ورقه رايحه. فالموضوع مش منظم اداريا اولا عند نادي الزمالك، عشان الاجواء تساعد الفرقه اللي هي ترجع. على الاقل السنه دي الزمالك لحد الان على الورق هو داخل في كل البطولات اللي بيشارك فيها قريب، يعني في بطوله الدوري مع كم الصرف اللي موجود طبعا بين النادي الاهلي وبيراميدز والاستقرار اللي فيه سيراميكا، الزمالك قريب بينه وبين الاهلي بونت واحد في الدوري. يعني الموضوع مش بعيد، انا بكلمك على الورق لحد الان. ده حقيقي. وفي الكونفدراليه قريب ومرشح اللي هو ياخد البطوله عادي جدا، برضه موجود في كاس مصر. يعني انا بكلمك على البطولات اللي الزمالك داخل فيها، لكن الاجواء اللي حاصله واللي داير في الكواليس جوه في نادي الزمالك ما يساعدش اي حد يبقى حتى ياخد 10% نجاح. نادي الزمالك دايما بيشتغل ضد الظروف او بيبقى عنده مشاكل كتيره فنيه واداريه بس بيتهيألي يا كابتن احمد، وانت لعبت في النادي ده كتير وعشت وعارف برضو، ما يتهيأليش ان نادي الزمالك عاش ظروف زي الظروف دي. مفيش يعني انت كنت بتتكلم، الناس كانت بتقول لك مسميه العشريه السوداء، لا ما كانش فيه الكلام ده خالص، ما كانش فيه حاجه بتحصل من الكلام ده. كان فيه فروقات وقتها طبعا ماديا في نادي الزمالك، بس برضو ما وصلتش للحال ده ابدا ابدا ابدا. لا ده فيما يتعلق بنادي الزمالك. طبعا النادي الاهلي زي ما الكباتن اتكلموا ان النادي الاهلي تدعيماته، والاهلي بيشتغل على 3 اماكن في خط الظهر، باك ليفت باك رايت ممكن سردباك. على الاقل السيزون ده سردباك واحد. لو اشرف داري مكمل، اشرف داري اصاباته لعيب كبير طبعا لكن اصاباته كبيره وما شاركش مع او ما نورش مع النادي الاهلي لحد الان. حته راس الحربه طبعا المهاجم ديت الاهلي مش مقنع خالص. لا جراديشار ده لحد الان لا الصراحه هو كلاعب ممكن يبقى لعيب بديل، بس انا مش هجيب محترف بديل على الاقل يعني. صحيح. طيب واحده من ضمن الاخبار المهمه اللي كنا اتكلمنا فيها مع حضراتكم هنا وانفردنا بتفاصيلها، ويعني واحنا في منتهى السعاده، هو حمزه عبد الكريم وانتقاله الذي شرف على الحدوث ان شاء الله باذن الله لبرشلونه. وده حاجه عظيمه جدا، بتتكلم على لعيب مصري بيخرج لبرشلونه، وهذا السبق بياخده النادي الاهلي لانه هو لعيب في النادي الاهلي. ضمن هذه الاخبار انه الكابتن اسامه زكي مدرب شباب الاهلي السابق والمدير الفني لفريق الشباب بالرائد السعودي الحالي، هو كان واحد من ضمن الاسباب الرئيسيه لنقطه التحول اللي حصل على حمزه عبد الكريم.
زميلنا محمود شوقي الصحفي المتميز كان اتكلم في الجزئيه دي النهارده ونزل سرديه لطيفه جدا جدا في الموضوع ده، وازاي انه كابتن اسامه شاف حمزه عبد الكريم في الاختبارات بتاعه الاكاديميه، وبالتالي كان عنده راي في ان هو يبقى موجود في النادي الاهلي بدل ما يروح في حته ثانيه. فاحنا معانا على التليفون كابتن اسامه زكي. يا كابتن اسامه اهلا وسهلا بيك، تحياتي، مساء الفل. اهلا وسهلا، ازي حضرتك يا استاذ ابراهيم؟ اخبارك يا ابو كباتن؟ برحب بيك وبرحب بالساده الموجودين. الحمد لله والله تمام. ربنا يبارك في عمرك يا رب. طيب خليني اسالك ايه ما هي الاسباب اللي بناء عليها انت شفت حمزه عبد الكريم وكان حرصك على انه يكون موجود في النادي الاهلي وانتقل الى قطاع الناشئين في النادي الاهلي؟ والله في البدايه بشكر النادي الاهلي طبعا على انه سمح لحمزه عبد الكريم بالفرصه ديت. فخر لقطاع الناشئين في النادي الاهلي انه ده يكون نتاج قطاع الناشئين في النادي الاهلي، ان ولد ابنائه يحترف في نادي كبير زي نادي برشلونه من احسن انديه العالم طبعا. في البدايه طبعا الكابتن كان موسم 2020 كابتن خالد بيبو كلمني قال لي في ولد كويس الكابتن محسن صالح هيبعته بكره شوفه، لان هو كان بيلعب في اكاديميه اسمها اكاديميه ايجلز، واحنا كنا عاملين ايام مستر مايكل بروكيتش كنا بندور على الكواليتي ما كناش بندور على العدد. فانا كنت ماسك فرقه 2008 يمكن كانوا 40 لعيب تقريبا، مشيت حوالي اكثر من 20 لعيب وسبت 20 لعيب منهم بلال عطيه، ودخلت على الفرقه ديت عمر العدوي ولاعب منتخب مصر كويس، مهند الشامي لاعب الحمد لله منتخب مصر، حمزه جالي دخل في التمرين على طول لان كنا مخلصين الاختبارات طبعا، كان ايام كورونا، فدخل في التمرين على طول. فمن حسن حظنا ان انا كنت عامل وحده تدريبيه تخصصي للمهاجمين شوتنج واستقبال كروسات، فوجدت في حمزه بصراحه من اول حوالي مثلا نص ساعه ان هو لازم يبقى الراجل ده برومسنج مهاجم النادي الاهلي. انت بتتكلم من 6 سنين، يعني الولد كان عنده 12 سنه تقريبا يا كابتن اسامه؟ ها 13 سنه 13 سنه 13 سنه وكان هنا بتبان ملامح يعني يا كابتن اسامه 13 سنه ده بتبان ملامح للعيب. طبعا الموهبه طبعا بتفرض نفسها، زائد ان احنا كنا بنبص زي ما قلت لحضرتك كده على الكواليتي، بدليل احنا مشينا اكتر من 20 لعيب في التوقيت دوت كانوا موجودين في النادي الاهلي تقريبا بقى لهم 4 5 سنين، دورنا على الكواليتي، فمن ضمن الكواليتي اللي هو اخترناه كان مهند الشامي، وبقول لحضرتك لاعب منتخب مصر، عمر العدوي لاعب منتخب. طب قول لي يا كابتن اسامه ايه المميزات اللي من وجهه نظرك ممكن تكون شايف برشلونه بص لها وبناء عليها كان استقتالهم على حمزه عبد الكريم؟ لان هذه المفاوضات اثبتت للكل وللجميع انه برشلونه يعني في حاجه هو شايفها في حمزه عبد الكريم. والله حمزه فيه 3 عناصر، القوه والسرعه والمهاره. يعني يمكن على مدار تاريخ مصر مهاجمين مصر كلهم كانوا بينقسموا لنوعين، نوع على شاكله الكابتن محمود الخطيب بيعتمد على المهاره العاليه جدا، كابتن حمدي نوح، كابتن جمال عبد الحميد، ونوع ثاني طبعا زي الكابتن حسام حسن في مهاره بس بيعتمد اكتر على انه هجام قوي سريع، كابتن ميدو، كابتن عمرو زكي. حمزه بيجمع بين الاثنين، في نسب كبيره قوي من المهاره، نسب كبيره قوي من القوه والسرعه. فحمزه ان شاء الله باذن الله هيشرف النادي الاهلي وهيشرف مصر، واعتقد ان برشلونه مش من فراغ اختارته، لان حمزه بيتميز يعني واخد من النوع دوت والنوع دوت، القوه والسرعه والمهاره. تفتكر بعد 6 شهور هيكمل ولا لا؟ ان شاء الله باذن الله هيكمل، وانا متوقع له ان شاء الله باذن الله مستقبل كبير في اوروبا، لان هو كواليتي لعيب اوروبي، زائد كمان ان هو السمات الشخصيه عنده ولد عنده ثبات انفعالي بشكل كبير، مركز، عنده تارجت، يعني تحس ان هو جاي لي ان هو مش ولد صغير. حتى في المعسكرات انا كنت بسال عليه في المنتخب، لان انا كنت مسكت 2007 بعد كده، وكنت بصعده معايا من 2008 هو وبعض اللعيبه. حمزه من نوعيه اللعيبه اللي عندها ثبات انفعالي والغل جواه بيظهره في الملعب، ما بيبانش على ملامح وشه خالص. كابتن اسامه انا بشكرك شكرا جزيلا وبتمنى لك كل التوفيق، ومره ثانيه وثالثه بنبارك لك، هذه العين المميزه تستحق التحيه وتستحق الاشاده حتى لو بعد حين. اشكرك شكرا جزيلا كابتن اسامه زكي مدرب شباب الاهلي السابق. طيب مقصود المداخله دي ايه عشان برضه حضرتك تبقى فاهم؟ مقصود المداخله دي يا جماعه زي ما احنا بنقعد نهاتي ونقول طلعوا لعيبه من قطاع الناشئين يا جماعه، فين المدربين ما بيبصوش ليه على لعيبه كويسه؟ فين اللعيبه اللي المفروض تطلع من قطاعات الناشئين المختلفه؟ انه واحد من اهم ادوار الاعلام انه لما بيلاقي ناس بتبذل مجهود وبتعينها حلوه وبتشتغل لوجه الله
وكابتن اسامه كابتن محسن صالح يكلم كابتن خالد بيبو، ولا كابتن خالد بيبو يكلم كابتن محسن صالح يقول لي للكابتن اسامه. دي منظومه عمل بشكل او باخر نجحت في ان هي تختار لعيب. اللعيب ده فين النهارده؟ بيروح برشلونه. يبقى احنا بنقول للناس برافو عليكم، هايلين، يا ريت كل الناس تعمل كده، ويا ريت انتوا كمان تعملوا اكتر من كده وبكتير، عشان ما يبقاش عندنا لعيب واحد، يبقى عندنا لعيبه كتير. واحد عدد فاصل في السريع منه، نرجع نكمل كلامنا ونروح لاستاذ احمد الخضري واستاذ ابراهيم الناس.